لما بنحس ان في ألم شديد في الظهر من تحت، اول حاجة اغلب الناس بتعملها بتروح تتمرن تمارين الظهر علشان تقوي عضلات الظهر وتقلل الألم، وبتتمرن تمارين زي الديد ليفت او الماشين باك اكستنشن او الباك اكستنشن وتمارين زيها كتير. بس ده بيبقى غلط وبنسبة كبيرة بيزود الألم في الظهر وممكن يوصلنا لإصابة زي الديسك. المشكلة الأساسية بتبقى في عضلات الكور، ودي العضلات اللي بتبقى حوالين العمود الفقري، ودي في الأول بتحتاج تقويات وتمارين ثبات أكتر من التمارين اللي بطبيعتها بتضغط أكتر على فقرات الظهر. وتمارين الثبات دي هتخلينا نقدر نقوي العضلات اللي حوالين الفقرات علشان نقدر بعدها نتمرن أي تمارين فيها أوزان وأجهزة. وأفضل تمرين لتقوية الكور هي البلانك، وفي منها انواع كتير اذا كانت لو بلانك او هاي بلانك، ولو مش قادرين ان احنا نعملها على رجلينا ممكن نعملها على ركبتنا. وتاني تمرينة هي البيرد دوج، ودي بنركز ان احنا نعملها بتركيز والحركة تبقى بطيئة وفيها ثبات تام. تالت تمرينة هي الستاتيك باك اكستنشن،